فلونا تضيف لونا تسحر دنيا باهية الجمال. من هذه الأرض وجدنا قوتنا بخيال وإيمان أشياء أبدعنا. على جزيرة غريبة مثيرة أخذنا الموج ورسونا. سأروي قصتي أنا وعائلتي روبنسون كروزو واسمي فلونا. واسمي فلونا. هيا أكثر شد. حسناً. هذا يكفي. يمكننا الآن البدء بتحميل المؤن. والآن يا توم، بما أن السيدة روبنسون سوف تجلب مؤنا وأطعمة مجففة، فعليك بجمع أكبر كمية من الفواكه. حالاً. إنها أكثر مما توقعت بكثير. ستتركين هذه هنا؟ نعم، فقد وضعنا الأشياء التي سنأخذها في الخارج. بما أن البيت سوف يبقى خاليا فلنترك الأغراض هكذا. لكن النظام والنظافة شيء جميل، لابد منهما يا فرانس. صحيح، علينا بترك المكان نظيفاً. هل نسيتم شيئاً هنا تريدون أخذه يا أبنائي؟ لا أبدا يا أبي. لا يا أبي، لم ننسى. حسناً، إذن هيا ضعوا الأمتعة جميعها في الخارج. جاك، ألن تأخذ كنزك الذي جمعته طوال الوقت؟ لا، سوف أتركه هنا. ماذا جرى لكما أنتما الاثنان؟ ما دام جان سيأتي معنا فلا حاجة لي بالأغراض يا والدي. وأنا أيضا، ميركوري سيكون معي، هذا يكفيني. يجب أن نأخذ المزيد من الطعام، لذا قررنا التخلي عن بعض الأغراض لكي يقل حمل السفينة. فهمت. هل أنت متأكد مما تقوله يا جاد؟ ما دام ميركوري معي. جيد. وأنا أيضا سأترك هذا. هذه؟ فلونا، هذه لها ذكرى جميلة أليس كذلك؟ نعم، إنها ذكرى جميلة، ولكن لن آخذها. عليك أن تأخذيها معك، إنها ذكرى جميلة. ولكن جاك لم يأخذ أغراضه. أريد أن تأخذيها يا فلونا، ففيها بعض أحجاري. هذا صحيح، إنها هدايانا جميعا لك يا فلونا. وهذه القلادة مني يا فلونا، البسيها. إنها جميلة يا فلونا. فعلا جميلة جدا، شكرا لك يا فرانس. وهذه هديتي. ما أجملها. حجر ثمين. لقد تعبت كثيرا حتى جلبته لك. وهذه الحقيبة هدية مني، أتمنى أن تعجبك يا ابنتي. إنها رائعة. يبدو مظهرك جميلا. فعلا منظرك جميل. هذه ذكريات جميلة لك منا يا فلونا، لذا أريدك أن تحافظي عليها. شكرا يا أبي، إذن سأقلل من الأكل لأحافظ على الطعام. لا تقولين شيئا لا تستطيعين فعله. بدأت تزعجني فرانس.
حسنا، هذا يكفي بني. تفضل. ما هذا؟ عسل. طعمه لذيذ. العسل غذاء كامل ومفيد يا توم. إذا رأته عائلة روبنسون سوف تأكله كله. ما المشكلة؟ لقد جلبته لنا جميعا. إذا رأته فلونا ستأكله وحدها. اذهب يا توم وخبئه في مكان ما. هيا. وأخيرا الذي تبقى هو أن يصعد الجميع غدا على ظهر السفينة وننطلق بعون الله. نعم، سنبحر أخيرا. لا أستطيع تصديق ذلك. أشعر وكأنني في حلم. نحن شاكرون بذلك للسيد مورتون. بما أن الليلة هي آخر ليلة هنا، لماذا لا نحتفل بهذه المناسبة؟ فعلا. ما رأيك يا سيد مورتون أن تأتي معنا إلى البيت لنحتفل؟ من قال لك إنها مناسبة سعيدة يا صغيرة؟ من يدري ما الذي سيحدث معنا غدا في السفرة؟ من الجائز أن تكون الرحلة مليئة بالأخطار والمخاوف. ليذهب الجميع إلى الفراش مبكرا ولنحاول أن نأخذ قسطا من الراحة. أفهمتم؟ نعم، أنت على حق. أرجو منكم أن تكونوا قد فهمتم كلامي جيدا. غدا سوف نبحر. اسمعوني جيدا. عندما تشرق الشمس على قمة هذه الشجرة سنلتقي، ولكن إياكم أن تتأخروا عن الموعد. حسنا مورتون. أرجو أن لا تتأخر أنت يا سيد مورتون. لأننا لن نستطيع الإقلاع بدون القبطان. لا تشغلوا تفكيركم. عندما يتعلق الأمر في موعد الإبحار سأكون هناك. هيا بنا يا توم. إن الليلة هي آخر ليلة لنا في هذا المكان يا فلونا. ترى كم من الزمن مضى علينا هنا؟ أكثر من عام في هذا البيت عدا الأيام التي قضيناها في الكهف. كانت طويلة جدا. أنا أشعر بأنها كانت قصيرة جدا. أشعر وكأننا حضرنا إلى هنا قبل أسبوع أو حتى يوم. من الصعب الحكم على الفترة بأنها كانت طويلة أو قصيرة. أما أنا فأشعر وكأنني ولدت هنا. شعور جميل جاك. فلونا، ما الذي جرى لك؟ لم أستطع النوم. ماذا بشأنك؟ أنا أيضا أفكر كثيرا هذه الليلة. أنا لا أستطيع النوم. وأنا أيضا. وأنا كذلك أيضا. وأنا حاولت أن أنام ولم أستطع. وأنا أيضا. لماذا أنت مستيقظ يا ميركوري؟ لم تشرق الشمس بعد. فعلا، لا زال الوقت مبكرا جدا للنهوض. لا أعتقد بأنني سأستطيع أن أنام. وأنا أيضا لن أستطيع. حسنا إذن، ليفعل كل واحد منا ما يحلو له، شرط ألا يزعج الآخرين. رائع. حسنا، ما دمتم موافقين فلنفعل ذلك. لم يعد هناك وقت كثير. هذا هو الإفطار الأخير على هذه الجزيرة، لذا سوف أحضره من الأطعمة الطازجة. هيا بنا. عليكما أن تأكلا أكبر كمية من العشب. أين أخفي هذه يا ترى؟ إنه حقل صغير ولكنه ساعدنا على العيش. لقد انتعشت الحنطة. لا يجوز لنا الاستخفاف بك لأننا قررنا السفر في هذه الأيام. يا لي من مهملة. كيف يترك المرء حقلا رائعا كهذا وراءه؟
من الخطأ ترك هذا، هكذا يجب إصلاحه. هذه آخر مرة أرى شروق الشمس هنا. يجب أن أقول وداعاً لكل شجرة وللغابة كلها أيضاً. سيد مورتون، سيد مورتون، اهدأ اهدأ. لقد أشرقت الشمس. يكفي. ماذا تريد توم؟ ألا تراني نائما؟ هل نسيت؟ سوف نبحر هذا اليوم. لقد أخذني التعب ونسيت الموضوع تماما. لماذا لم توقظني من قبل؟ لماذا؟ فعلت ذلك ولكنك لم تنهض. لا يوجد أحد هنا. غريب، أتراهم قد ذهبوا للشاطئ؟ ماذا؟ إنهم لم يحضروا بعد. أنا واثق بأنهم سيحضرون قريبا. إنها رحلة مهمة جدا. المفروض أن يأتوا مبكرين. التأخير قد يسبب لنا مشاكل كثيرة يا توم. اعتقدت بأن الدكتور رجل يلتزم بالوقت، ولكن يبدو أني مخطئ. سيدتي، ما بك يا توم؟ ماذا حدث؟ لقد حان وقت الإبحار وما زلتم هنا؟ حقا تقول حان وقت الإبحار؟ أرليست، فرانس، فلونا، جاك. أرليست، أين أنت يا عزيزي؟ أنا هنا. أرليست، ماذا هناك يا آنا؟ أنا التي يجب أن تسألك ولست أنت. رأيت الدرج محطما فقررت إصلاحه. ماذا؟ لماذا تضحكين يا آنا؟ لن نحتاج هذا الدرج بعد اليوم، وكذلك البيت. سنقول لهما مع السلامة بعد قليل. نعم، ولكني رأيته مكسور فلم أستطع تركه على هذه الحال. نعم، أنا أيضا كنت طوال الوقت في الحقل.
وكأني باقية هنا ولن أمشي. لا ألومك على ما فعلت يا عزيزتي أبدا. ماذا تقترح أن نفعل؟ هل نبقى هنا أم نغادر؟ المعذرة. نسيت الأمر. حان وقت المغادرة يا أرليست. أوه، لقد حان وقت المغادرة. هيا. أخيراً سنغادر هذا البيت يا عزيزي. يصعب علي ذلك، ولكن لا بد من الرحيل. ما هذا الشيء يا أرليست؟ إنها لوحة إرشادات. ما الذي تقوله يا أبي؟ أنا أرلست روبنسون، سويسري الأصل ومهنتي طبيب، وكذلك أعضاء عائلتي. نعلن تنازلنا عن هذا البيت، وذلك بسبب مغادرتنا إلى أستراليا، وكل شخص تدفعه الظروف لهذه الجزيرة يمكنه أن يسكنها. فكرة جيدة. لقد وصل إلى هذه الجزيرة كثير من الناجين، كان أولهم السيد إريك، ومن بعده نحن والسيد مورتون وتوم، ومن المحتمل أن يصل ناجون جدد إلى هذه الجزيرة في المستقبل. حسناً، هيا بنا نذهب. هيا. هيا بنا يا فلونا. حاضر. ما الذي تودينه يا فلونا؟ طلبت من الله أن يبقي البيت سالما في حال انفجار البركان بعدنا. أحسنت يا ابنتي. ها؟ ميركوري. ماذا حدث له؟ ربما يريد ميركوري أن يودع البيت. ميركوري. سيكون أفضل لو تركناه هنا يا بني. هم؟ أيها الدجاج، كن هادئا وإلا تركناك. مع السلامة أيها البيت. وهكذا تركنا هذه الجزيرة التي أحببناها بالرغم من كل الصعوبات. مع مع السلامة. السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. ما الذي يجري؟ أنا لا أرى أحدا بالمرة. هذا لا يهم. مع السلامة أيتها الجبال. مع السلامة أيها الوادي. أيتها الغابة. مع السلامة جميعا، بما فيكم الذئاب.
من هذه الأرض وجدنا قوتنا بخيال وإيمان أشياء